محمد صلاح هيشيل وهيشيل معانا. بالعكس ده يعني هنشيله انا وحسام نشيله فوق دماغنا، بس مش من غير دلع. من غير دلع، بالظبط. بتعبك في الملعب بمجهودك. فاحنا ما بنعرفش، انا وحسام في شخصيتنا ما بنعرفش نفرق بين حد بنفرق باللعيب اللي بيشيل، اللعيب اللي عايز، اللعيب اللي هو فيه شراسه، فيه قوه، اللعيب اللي هو بيتمناه الجمهور، اللي هو الرد الشارع بتاعنا عايز، رد فعل الجمهور بتاعنا. اللعيب اللي عايز يبقى قلبه قوي وحامي وروحه على الفرقه وخصوصا، واللعيب الانسب لمنتخب مصر. وصدقني باذن الله مش هيبقى متواجد في منتخب مصر الا اللي واقف على رجليه واللي عايز واللي قلبه ميت. مفيش مجال للدلع. يعني انا يعني هم الناس اللعيبه اللي اتعاملت معانا واللعيبه اللي اتفرجت علينا حتى اللي ما اتعاملتش معانا، احنا ما عندناش، مش هنطبطب على حد، مش هطبطب على لعيب. اللعيب اللي عايز، لان انا مش هطبطب عليه، انا مش بلعب في نادي هدلعه عشان ماضي عقد وبتاع، لا انت مش هتدي، مش هتبقى في جدعنه ورجوله، مش هتبقى موجود. وهلعب باي حد، وهلعب لو لعيب صغير لسه ما لعبش ماتش دولي بس واقف على رجليه وعايز هيبقى موجود. انما اللعيب اللي حاسس ان هو عمل وهيعمل ومزاجه مش هتبقى موجود. انا بقول لك دي بصفه شخصيه ابراهيم حسن، اللعيب اللي هيبقى موجود في منتخب مصر لازم ياكل النجيله، لازم يبقى سعيد ان هو جاي معسكر منتخب مصر، لازم يبقى في فرحه فظيعه ان هو موجود في ال11 او موجود في ال23 او هينزل ياخد حتى لو 5 دقايق. انما خلاص الناس تعبت، الجمهور المصري تعب من يبقى النهارده ايه مستوى منتخب مصر ايه بالصدفه. مش عايزين نلعب بالصدفه. انا عايز يبقى علينا شكل، عايز يبقى ليه قوام محترم، 11 راجل في الملعب، عايز ياكل النجيله زي ما قلت لك. بس هو ده شغلنا وهو ده اللي احنا اتعودنا عليه انا وحسام. لان دي امانه. انا مش زي ما بقول لك تاني، انا مش بدلع في دوري ممكن النهارده وحش بكره اللعيبه مش عايز يلعب لا، اللي مقطر معدي مش هيستنى حد يتدلع. فان شاء الله هنعمل اللي علينا والتوفيق ده بتاع ربنا. والجهاز الفني برضه يا كابتن ابراهيم في تشكيله حلوه، يعني لما تبص كابتن سعفان في حته الحراس، خلينا في الحته الدفاعيه كابتن ابراهيم لما يتكلم مع الباك اليمين والدفاع بحتته، كابتن طارق سليمان في خط النص، كابتن حسام في الهجوم. طبعا كابتن حسام كل الفنيات عنده، بس تنميه بعض اللعيبه وتطوير، لانه اللعيبه كان فتره برضه ثابته عند نفس المستوى، فده هيفرق انه التكامل في هذا الجهاز يعني. ايوه يعني ده اكيد طبعا. يعني وحسام على فكره حسام اصلا ما يسيبش اي تفاصيل، سواء مع الديفنس، سواء مع الملعب بالظبط الفراوده الموجودين. هو الحمد لله في امثال كتيره لعيبه في مصر حسام كان بيعلمهم الوقفه ازاي، سواء لعيب نص ملعب، سواء لعيب في الجناح، سواء لعيب في راس حربه. فهي القصه كلها منظومه متكامله. مجموعه الجهاز اللي معاك تاني بكرر مش هيخش الجهاز الا لما يكون واحد اخلاص، واحد عارف شغلنا، واحد يبقى مركز، مفيش واحد يشت. لان زي ما بقول لك لو عامل في الفريق ممكن مش كويس او مش ماشي مع المنظومه بتاعتكم دي مش هيبقى موجود. اي حد هيعطل مسيره منتخب مصر الفتره الجايه مش هيبقى موجود، سواء لاعب سواء جهاز سواء اي حد. فاحنا دي مهمه، واحنا مش يعني ثقة الناس اللي احنا شايفينها في عين الناس وفي الشارع، اللي احنا ما امانه في ايديكم، امانه والله بنوعدهم وهم عارفين شخصيتنا. ما هنعمل حاجه الا لصالح الناس دي وصالح مصر. فان شاء الله